السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة بابل الرياضية. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين في هذه التغطية الخاصة بمباراة نادي النجف مع نادينا نادي القاسم الرياضي. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد توقف الدوري اللي هلا صار مشان المنتخبات الفيفا دي، طبعا يعني فترة طويلة بالتزامها مباريات، اعطينا اللاعبين راحة 3 ايام، بعدين تمارين. هلا عملنا معسكر بالنجف الحمد لله. يعني هاي اول مباراة اللي احنا بنلعبها مع فريق النجف. يعني مجريات المباراة بتعرف، يعني احنا فزنا 1-0 وكان فيها ظروف 9 لاعبين، يعني حالات طرد. بس انا بقول انه دائما هي كل المباريات الودية منيحة، وخاصة ان احنا هلا عندنا المباريات القادمة كثير فيها صعوبة. اليوم فيها تقرير مصير. هالشيء هذا يعني بده يكون كل اللاعبين مركزين على هالشيء هذا، حتى يعني نحن كجهاز تدريبي واداره وهيك. ان شاء الله يعني انا حابب انه هلا كمان تصير مباراه ثانيه مشان كمان كل اللاعبين. جربنا اغلب اللاعبين مشان نجرب كمان اللاعبين كلهم فرصه هلا كمان نعطيها، لانه في مراكز هلا نحن عندنا اصابات بدنا نعوضها، بدنا نحاول نعوض فيها باللاعبين الاخرين. طبعا بده يلعب مباراه او مباريتين مشان هو يكون بجاهزيه تامه ان شاء الله. يعني هذا الشيء نحن الكل يعني كمجموعه كامله انه ناظرين انه نحن ان شاء الله مستعدين للمباراه الاولى، ومن ثم مباراه. بتمنى ان شاء الله نكمل المشوار، وفريق القاسم باذن الله يبقى ضمن دوري المحترفين ان شاء الله.
أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة بابل الرياضية، إلى هنا وصلنا إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. استطاع نادينا نادي القاسم الرياضي من التغلب على نادي النجف الأشرف بنتيجة 1-0، حيث استطاع نادينا من التغلب على نادي النجف على الرغم من النقص العددي لنادي القاسم، طرد لاعبين في الشوط الثاني. أمنياتنا ودعواتنا بالتوفيق لنادينا في المباريات المقبلة إن شاء الله، والبقاء في دور نجوم العراق. لقناة بابل الرياضية، علي مهدي، النجف الأشرف.